السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وكل متابعينا على قناتنا كريز وحبان. يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل البسبوسة بكل خطواتها اللي هتخليكي تطلعي بسبوسة حلوة قوي كلون وكطعم ودايبة ومرملة وسكرها مظبوط. يعني هقولك كل التريكات اللي تطلعها معاكي مظبوطة. وبصي كمان لونها حلو قوي من غير ما كرملنا السكر ولا حاجة، لأن الخطوة دي في ناس كتير بتقلق منها وبتحس إن هي ما بتظبطش معاها. خليكوا بقى معانا لاخر الفيديو عشان تعرفوا احنا عملناها ازاي وتطلع معاكي كده ازاي وتشرفك قدام ضيوفك وعيلتك ان شاء الله. اول حاجه بقى معانا كوبايه من السكر وكوبايه الا ربع من اللبن. هحطهم على بعض كده وعليهم كمان معلقتين من عسل الجلوكوز. طيب لو انت شغاله بالميزان هيبقى باللبن 150 جرام من اللبن و200 جرام من السكر. طب انت عاوزاها تبقى مسكره اكتر من كده هتحطي ربع كيلو من السكر على المقدار ده او على نص كيلو سميد اللي احنا هنشتغل بيه. هنحط بقى عسل الجلوكوز وبعد كده نطلع على النار عشان انا عاوزه العسل والسكر يدوبوا معايا خالص. وانا كده بقلب بقى هو على النار بقلب لحد ما العسل يدوب معايا. طيب انا مش عاوزه المقدار ده او السوائل دي تسخن معايا يعني او تغلي، لا انا عاوزاها بس يدوب تسيح كده والسكر يدوب. وبعد كده هرفعها من على النار. طب لو دفيت معايا او كانت سخنه شويه انا مش هستعملها، هسيبها تهدى ومش هحطها على السميد بالشكل ده. دي نقطه مهمه جدا وتركه مهمه. نيجي بقى لتاني حاجة، السميد اللي انا بستخدمه السميد ده سميد متوسط، ولا هو خشن ولا هو ناعم قوي. وده السميد المظبوط اللي يطلع لك بسبوسة مظبوطة جدا. وهحط عليه بقى كيس فانيليا بتديها طعم حلو قوي للبسبوسة. هنيجي بقى لتركة مهمة قوي وهي اللي بتخلينا نوصل للون البسبوسة الحلو اللي انت شفتيه ده من غير ما نكرمل السكر. هنجيب معلقتين من لبن البودر وعلى طاسة كده على النار نبدأ نحمص فيهم كده ونديهم لون لحد ما يوصلوا للون اللي انت هتشوفيه دلوقتي معايا. طبعا ايدي فيها ما بسيبهوش خالص لان طبعا ممكن يتلسع مني ويتحرق فيبوظ مني. اقلب بقى فيه كده من تحت لفوق كده واقعد اقلب لحد ما اوصل للون الذهبي اللي حضرتك هتشوفيه. عاوزه اقول لكم ان لبن البودره بينقل البسبوسه في حته تانية خالص كطعم وكلون كمان من غير كرمله. فبيديني اكني البسبوسه عندي اتكرملت السكر بتاعها ومن غير ما اعمل الخطوه دي ولا اتعب نفسي فيها. خلاص نزلتها من على النار بس حطيتها في طبق تاني عشان ما يكملش التحميص بتاعها. وبعد كده حطيته على السوائل اللي انا كنت عملتها قبل كده. طبعا المقدار كده حتى لو هو دافي او سخن هسيبه يريح خالص لحد ما اعمل الخطوه اللي بعديها. هي بقى الخطوه دي ان انا جبت 150 جرام من السمنه، يعني كوبايه الا ربع برضو، وحطيتهم على السميد بتاعي وهبدا بقى ابس البسبوسه. ودي سر من اسرار نجاح البسبوسه ان انت تبسيها كويس قوي. يعني ايه؟ يعني تعملي زي ما بعمل انا كده، تاخدي كل شويه من السميد وتدعكيهم كده عشان يتغلفوا بالسمنه بتاعتك. ما يبقاش في جزء متغلف وجزء لا، او جزء شارب السمنه وجزء لا. الجزئيه دي مهمه جدا والخطوه دي مهمه جدا ان انت تعمليها وبالراحه. ودي تقريبا اكتر خطوه بتاخد منك وقت في البسبوسه عشان تتاكدي ان السميد بتاعك وصل له كل السمنه اللي انت حاطاها. طيب زي ما قلنا كده هنرجع بقى للسوائل. انا حطيت لبن البودرة وقلبته كده على السوائل ومتأكدة ان المقدار بتاعي هنا او السوائل بتاعتي مش سخنة، يعني في درجة حرارة الغرفة كده او دافية حاجة بسيطة. وهبدأ بقى انزل بيها على السميد وهقلب تقلبتين كده. بصوا يا جماعة البسبوسة ما بتتعجنش، يعني مش هحط السوائل واعجن فيها، لان العجن ده هو اللي بينشفها معاكي ويخليها بعد كده تيجي ناشفة ومحجرة، وده احنا مش عاوزينه. بقول تاني يا جماعة البسبوسة ما بتتعجنش، البسبوسة بتتقلب تقلبتين كده وخلاص. المهم ان انا اتأكد ان المكونات كلها تجانست مع بعضها تماما. وبعد كده هحضر بقى ايه الصينية بتاعتي. الصينية بقى هتكون مقاس 28. لو حضرتك عاوزة سمك اقل من كده شوية هتستعملي ال30، يعني ال 28 و30 شغال معاكي برضو وهيديكي نتيجة كويسة. احط بقى فيها حتة سمنة كده من العلبة على طول مش سايحة عشان تبقى متماسكة كده على الصينية وادهنها كويس قوي. طيب التركة دي بتخلي ان الجزء بتاع البسبوسة من تحت يبقى محمر وحلو قوي. هحط بقى المقدار بتاعي في الصينيه واسويه واخبط الصينيه خبطتين كده على الترابيزه او على المكان اللي انت شغاله فيه، هتتساوى وتبقى حلوه قوي. طب انت عاوزه تعمليها ساده هتسيبيها كده ساده، عاوزه تحط لها مكسرات بقى سواء لوز سواء سوداني سواء بندق اللي حضرتك عاوزاه. انا كده بس حددتها وبعد كده حطيت البندق.
طبعًا أنا في الوقت ده كنت دخّلتها التلاجة ترتاح شوية، هاسيبها تقريبا نُص ساعة، من ربع ساعة لنُص ساعة في التلاجة ترتاح، وهنعمل الشربات. هنعمل الشربات كوبايتين من السكر عليهم كوبايتين من المَيّة، و هارفعهم على النار. بُصّوا أنا باقلّب من النُص كده تقليبة بسيطة عشان أدوّب السكر، عشان لو قلّبت جامد السكر هيكرمل وهيتنطر كده على الحلة اللي أنا شغّالة فيها. أول ما يبتدي يغلي معايا زي ما حضرتِك شايفة كده، هانزل بيه معلقة ونُص كده من عسل الجلوكوز، وكمان عصرة من الليمون. طيب أنا كنت بقى دخّلتها بعد النُص ساعة ده، دخّلتها على الفرن على درجة حرارة 200، وكانت على الرف الوسطاني لحد ما الجوانب احمرِّت واتأكدت إن هي كده استوت من تحت، رُحت فاتحة عليها الشواية. بس قبل ما أفتح الشواية أنا نزّلتها لتحت عشان تكون بعيدة عن الشواية عشان ما تتحرقش. ودي برضه من التريكات المهمة جدًا عشان ما تاخدش لون غامق أو المكسرات اللي أنتِ حاطاها تتحرق معاكِ. تمام، نزّلتها تحت وبدأت وفتحت الشواية عليها لحد ما ادّتني اللون اللي أنا عاوزاه، وبعد كده خرّجتها. طبعًا أول ما بتخرج باسقيها بالشربات السخن، يعني هي سخنة والشربات بتاعها يكون سخن جدًا. ب أمّا باجي أدّيها الشربات ما بادّيهاش مرّة واحدة، يعني تقريبًا بادّيها 3/4 الكمية بتاعة الشربات، وبعد كده بعد ما تشربه بادّيها الربع اللي فاضل معايا. وهي غالبًا على فكرة بتاخد الكمية الشربات كلّه، لإن هي يعني كوبايتين سكر على كوبايتين مَيّة، كمية مناسبة جدًا نُص كيلو سميد. ومن الحاجات بقى اللي تخلّيكِ تعرفي إن البسبوسة بتاعتِك ناجحة، إن هي تشرب الشربات بتاعِك أول ما تحطّيه. تاني حاجة يعني إيه، أول ما تحطّي الشربات يعمل صوت تِش كده، تلاقيها يعني أكنّها عطشانة كده فشربت الشربات بتاعها، تعرفي إن البسبوسة بتاعتِك هتطلع ناجحة إن شاء الله. بعد ما سقيتها الشربات كلّه، غطيتها بقى بكيس بلاستيك كده أو استرتش، وهاغطّيها بقى واسيبها شوية. البسبوسة من الحاجات اللي عاوزة ترتاح وتتقطّع بعديها بشوية. لو أنتِ مثلًا يعني مستعجلة عليها سيبيها مثلًا ساعتين 3، لو ممكن كده تقدري تسيبيها لتاني يوم هتدّيكِ نتيجة حلوة أوي. أنا كده كنت ضغطت عليها واتأكدت إن الشربات بتاعها مضبوط. أمّا الضغطة دي بتخلّيني أعرف إن هي شاربة شربات مضبوط. بعد كده جِبت السكينة وبدأت أمشي بقى على التقطيع اللي أنا كنت عاملاه، وإن شاء الله هاطلّع لكم بقى حتّة كده أورّيها لكم من جوّه. بُصّوا ما شاء الله لونها حلو أوي من جوّه، واخدة الكرملة بتاعتها ولونها حلو أوي. وكمان من تحت لونها جميل جدًا. بس معلش أنا نسيت أقلبها قدّامكم عشان أورّيها لكم، بس هي شوية السمنة اللي اتحطّوا ضبطوا اللون من تحت. بُصّوا بقى ما شاء الله قوامها حلو أوي، دايبة بجد هتعجبِك إن شاء الله. بس طبّقي كل الملاحظات اللي إحنا قُلناها وكل التريكات دي وهتطلع معاكِ هايلة. يا رب بقى ما تنسوناش في اللايك والشير وتشتركوا في القناة وتفعّلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.